ضريبة الموبايلات اللي محدش فاهمها ولا عارف لها أول من آخر. لو عاوز تفهم أنا هفهمك وأجيب لك الخلاصة. هقول لك اللي بيحصل معانا في السوق. بيجي الزبون عايز يبيع تليفونه، بناخد منه التليفون ونفتح تطبيق تليفوني اللي هو الرسمي اللي الحكومة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عاملينه، وبنديله السريالين بتوع الجهاز. ألو، تطبيق تليفوني؟ والله يا باشا اديت لك سيريال الجهاز دلوقتي. شفته. طيب معلش بقى قول لي هو عليه ضريبة ولا لا؟ لا ما عليهوش حاجة. طيب تمام شكرا. بروح واخد الجهاز من الزبون واعطيله فلوسه. بعدها بيجي لي زبون تاني عايز يشتري تليفون، بديله التليفون ده. مفيش عليه ضريبة؟ لا يا باشا ما عليهوش، انا مشيك عليه نضيف. بعدها بشوية تلاقي الزبون جاي يقول لك الجهاز عليه ضريبة. ازاي عليه ضريبة؟ ده انا مشيك عليه. يقول لك خد شيك تاني، تيجي تشيك عليه تلاقي عليه ضريبة. الو، تطبيق تليفوني؟ الجهاز ده انا سألتك عليه وقلت لي ما عليهوش ضريبة. قلت. طب هو دلوقتي عليه ضريبة؟ عليه. طب انت في الاول لما قلت لي ان ما عليهوش ضريبة انا اشتريته. مبروك عليك. ولما بعته الزبون رجع لي عشان عليه ضريبة. اعمل انا ايه دلوقتي؟ ماليش فيه، حل مشاكلك معاه. طب ما انت في الاول اللي قايل لي ما عليهوش. قلت. بس هو دلوقتي عليه. عليه. طب ليه في الاول قلت لي ما عليهوش؟ انا قلت لك ما عليهوش؟ انت قلت لي ما عليهوش، يبقى ما عليهوش. بس هو عليه. عليه. يعني هو دلوقتي عليه ولا ما عليهوش؟ هو دلوقتي عليه. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ ادفع. فهمت حاجة؟ لا طبعا. بس بالله عليك لما تفهم ابقى فهمني، عشان ما عدناش فاهمين حاجة.